المخرج الحقيقي ما كيحتاجش يقول اكشن باش يكون واعر. أشياء تسكنك أو كاللصوص تدخل لتسرق شيئا منك فتحاول أن تصدها أو تخرجها منك. هو الصرع. فاش حكيم بن العباس قال ما نقولش اكشن في التورناج، كنقول سير على الله، حسيت بشي حاجه خلاتني نتامل. هو مخرج ولكن ما كيحاولش يبين باللي عنده قواعد ولا انماط معينه، كيخلي الامور تمشي من غير تكلف. سير على الله ماشي مجرد كلمه، ولكن فلسفه فنيه حقيقيه. فاش كتقول اكشن كتحاول تصنع اللحظه، ولكن فاش كتقول سير على الله كتخلي اللحظه تصنع نفسها. وهذا هو الفن الحقيقي. بالعباس سينما عندها واحد اللمسه مختلفه، كتحسك باللي في كل لقطه، في كل حركه، في كل كلمه كاينه الحياه ديالنا اللي كتشبهنا، الحياه اللي كتشبه ليا وتشبه ليك وتشبه لباك وتشبه لامك وتشبه لجداتك. ماشي غير تصوير، ماشي غير تمثيل. السينما كتهضر على حينا، كتهضر على دوارنا، على الناس اللي كنعرفوهم، على الحياه اللي عايشين فيها. سير على الله يعني خلي اللحظه تعيش بين الكاميرا والناس، خليها تنبض، خليها توصل. المخرج الحقيقي ما كيحتاجش يقول اكشن باش يكون واعر، يكفيه انه يطلق الحركه بلطف، يخليها تمشي بسلام. تاملي في هذه الكلمه ديال سير على الله وهذا المبدا كيعلمنا بان الفن ماشي مجرد محاكاه المثاليه، ولكن هو لحظات حقيقيه كتمتزج بين الكلمات وبين الحركات وبين الصمت. الا كنتي فنان حقيقي ما غاديش تكون مشغول بانك تبان واعر، غادي تكون مشغول بانك تعكس الناس اللي معك، تعكس الحقيقه ديالهم بدون تكلف ولا تنميق ولا مجامله. ما كرهتش مخرج ميريكاني عوض يقول اكشن يقول سير على الله.